اليوم بنعمل معاكم الكستر. المقادير: حليب، جوز الهند، كستر، وسكر. نصب المكونات داخل الخلاط: الحليب، كاسة سكر، وثلاث ملعق جوز هند، وملعقة كستر. أضفت ملعقتين وهذه الثالثة. الحين سوف نخلط الخليط. بعد ما خلطناه بالخلاط نكبه الوعاء ونضعيه على النار على الغاز ونقوم بتحريكه. أهم حاجة التحريك. على النار حتى يغلي، وبعد كذا نصبه في القوالب. نستمر بالتحريك. بعد ما غلى الكفتر دحين نقوم بتغليفه وطفي النار. دحين نضيفه بالقوالب. دحين بعد ما كبيناه بالقوالب نحطه في الثلاجة يبرد لمدة ساعة. الكفتر بعد ما جهز وبالعافية. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.